ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ والنهارده مكملين مع بعض احداث وتسريبات مسلسل كريستال. النهارده هنتكلم عن احداث الحلقه 15. ممكن رقم الحلقه يختلف، يعني ممكن تكون 16 مثلا، انا بحكي بزياده. وتعالوا نشوف الاحداث. فهي بتكلم اخت اوس، وبتعرف ان هو مش في البيت، وان هو تم طرده من البيت وابوه طرده. فبتكون عايزه تعرف هو راح فين بالظبط. وبتسمع خناقه رفيف ورد ورفيف كانوا بيتخانقوا مع بعض بسبب اوس. واللي حصل ان رفيف طبعا قالت لورد ان الولد ده شكله حاطط عينه عليا. فوردة اتجننت عليها وضربتها وشتمتها، وقالت لها يبصلك انتي، ده اصلا هيكون جوزي، ازاي تتكلمي عنه بالشكل ده؟ فهي لما سمعت خناقتهم راحت وسلكت بينهم الخناقه. وبعد كده بتقول لرفيف ايه اللي حصل، هو فعلا حاطط عينه عليكي؟ قالت ايوه حاطط عينه عليا واتكلم معايا كذا مره وبيجري ورايا. طبعا كلامها ده صح، لكن كانت طبعا رفيف متضايقه وبتقول خليها بس تروح تلمه، انا ماليش دعوه، تضربني انا ليه؟ ورد بتروح لفيه وبتقول لها ايه اللي حصل ده، اهدي شويه. قالت لها مش ههدى الا ما تشوفي لي حل، انت ساكته خالص ودكتور جواد ده سكت خالص، انا دلوقتي عايزه اشوف حل، اعمل ايه دلوقتي؟ قالت لها خلاص انا كده كده اتكلمت مع جواد، وهو هيتكلم مع تامر وهيقول له على كل حاجه. بنلاقي بعد كده جواد بيتكلم مع تامر بخصوص موضوع ورد، والمفروض تتجوزها لان انت غلطت معاها، ما كنتوش عاملين حسابكم وهي حامل. رد وقال انا مش عايزه اتجوزها، هي عايزه تدبسني، دي بنتي مش كويسه. قال له عيب، دي برضو كنت مصاحبها فتره، واظن انت غلطت معاها ولازم تصلح غلطك ده، واللي في بطنها ده ابنك. رد وقال وانا عرفني، دي واحده ساقطه، ممكن يكون ابن حد تاني. جواد قال له عيب، ما تتكلمش عنها بالشكل ده، أبوها في حالة ما يسمحش أبدا إنك تعمل فيها كده، لو عرف ممكن يقتلها. قال خلاص طالما مش عايزينه يعرف، يبقى تروح وتنزل البيبي ده وتجهض نفسها وخلاص، لكن أنا مش مجبورة أتجوزها، أنا مش هتجوزها، أنا مش عايزة أبقى أب أصلا. وبيسيب عمه وبيمشي. بنلاقي بعد كده إن لميا قلقانة على حال جواد، بتقول طلع من بدري، معرفش فيه إيه بالظبط، أحواله متغيرة اليومين دول. بتقول لمالك ما تعرفش بيحب مين. طبعا مالك كان عارف لكن مرضاش يقول لها، بس قال لها ان هي بنت صبيه صغيره هو بيحبها، وهي المفروض ان هي يعني مرتبطه بواحد تاني، علشان كده كانت هتتجنن وتعرف. ولما سالت مالك قال انا معرفش، روحي اساليه. اما بالنسبه لبيان فبتجهز الفلوس، كالعاده طلال بيضحك عليها، فبتجهز الفلوس علشان خاطر تروح وتديها لحد يكون محتاج. بتتصل بطلال وبتقوله ان هي جاهزه، وقالت له فوت عليا علشان اروح اتسوق. قال لها تمام، وبيفرح طبعا ان هو هياخد الفلوس منها. بيدخل جوزها وهي بتتكلم في التليفون، جوز بيان اللي هو مالك يعني، بتداري الفلوس مره واحده. وبعد كده بيقول لها كنت بتكلمي مين؟ قالت ان هي كانت بتكلم واحده صديقتها. بعد كده الفلوس بتقع منها من غير يعني ما تاخد بالها. ساعتها بيشوف الفلوس، بيقول لها ايه الفلوس دي؟ قالت له مفيش، ايه ده جت منين الفلوس دي؟ قال لها والله بتستعبطي، بتسرقيني علشان تروحي تدي الفلوس دي اللي ضايعه عندك هناك لاهلك الجعانين هناك. قالت لا طبعا، لا انت فاهم غلط، الفلوس دي انا محوشاها من مصروفي، حتى اسال لميا هانم. لميا هانم فضلت تزعق علشان لميا تيجي يعني تحوش عنها، لان مالك كان متجنن عليها على الاخر وكان عايز يضربها، وكانت خايفه منه كتير بعد ما شاف الفلوس وفكر ان هي بتسرقه. علشان كده فضلوا يتخانقوا مع بعض. وبعد كده زقها مالك من على السلم، ووقعت بيان من على السلم واخدت السلم كله وهي نازله. وطبعا يعني كانت تعبانة وشافتها لميا، وطبعا كانت موجوعة جدا. بعد كده بنلاقي إن عالية في العربية، وأوسك كالعادة طبعا السواق بتاعها فبيوصلها. بعد كده بيقول لها أخبار باسل بيه إيه؟ قالت كويس، اه أنا نسيت أشكرك امبارح إنك رجعته، فأنا متشكرة جدا. قال لها أنا أنقذت والله من الناس يعني، وعلى فكرة أصلا كانت فيا عايزة تعرفنا على بعض. بعد كده كانت عايزة تتكلم مع جواد، فبصت كده أوس ساب العربية وخرج علشان تتكلم براحتها. بتقول لي جواد أنا عايزة أتكلم معاك، لازم تيجي، إيه رأيك نتعشى النهاردة؟ قال لها مش فاضي، أنا عندي شغل دلوقتي. فبتقول خلاص أنا عازماك، أنا مش مرتاحة، أنا في انتظارك على العشاء ماشي، أنا في حاجة فعلا أكون معاك عشان أرتاح، أنا هستناك. قال لها اقفلي دلوقتي طيب علشان عندي شغل. بعد كده أوس بيقول لعالية، بيوصلها للمكان اللي هي فيه يعني. وبعد كده عالية بتقول له انت ما اتجوزتوش ليه لحد دلوقتي؟ رد وقال مفيش وقت ادور على بيت. قالت له خلاص خد اجازه من الشغل وروح دور على بيت.
وبتسيبه وبتمشي بمنتهى البرود يعني. طبعا أوس بيضحك كده ويقول يعني الست دي أصلا مستعجلة على الجواز أكتر مننا، يعني ما شفتش كده، وبيفرح. أوس بيتكلم في اللي كانت موجودة مع ندى، والمفروض إن هما بيروحوا زيارات لأبوهم في المستشفى. بيقول لها إن هو حكى مع عليا وقالت له روحوا دوروا على بيت أنت وفي، وادته كمان أجازة. لكن في بتقول إن بابا هيطلع اليوم من المستشفى، أنا مش فاضية. فقفل في وشها وهو متضايق. وندى بتقول إيه اللي حصل؟ في قالت هو قفل في وشي أكيد متضايق. قالت لها طبعا لازم يتضايق، أنت مش عايزاه أصلا شكلك يعني في إيه بالظبط؟ أكيد حقه إن هو يقفل منك. عامة نوصل على البيت ونتكلم ونحكي. جواد بيتصل وبيقول لأمه جبتوا الإسعاف؟ بيان كويسة، أنا جاي دلوقتي حالا. بتقول له ما جبناش الإسعاف. قال يعني ينفع الكلام ده؟ قالت له هي كويسة. قال خلاص خلاص أنا جاي. ندى داخلة البيت وبتقول لفي أنا مش فاهمة أوسي إزاي متحمل البرود بتاعك ده؟ أنتي إزاي أصلا كده؟ وليه بتتهربي منه؟ هبة سمعتهم فاتخضوا. ندى قالت لها إيه ده أنت طلعتي منين؟ قالت لها أنا موجودة هنا. قالت لها طيب خلاص نتكلم بعدين. هبة قالت إن كنت بتتكلموا عن مين؟ عن أوسي صح؟ بتقولوا إيه اللي حصل؟ ندى قالت لها إيه ده؟ أنتي أكلتي وسبتي برضو الأكل مكانك؟ ما عندكيش إيد تحطي الأكل ده في المطبخ؟ حرام عليكي، أنا مش ملاحقة على التنظيف وراكي. وندى بتوضب من وراها وبتقولها ليه مش نظفتي وراكي. أما بعد كده هبة مصرة تعرف من ندى إيه الموضوع. طبعا ندى حبت تغيظها، قالت لها في يا ستي إن أوس وفي قرروا يتجوزوا بعد أسبوعين، ارتحتي؟ في قالت أيوة صح أكدت طبعا الخبر. هبة قالت لها إيه ده طيب وأبوكي مش في المستشفى برضه؟ قالت لها هبة بعدين نحكي، أنا هساعد أختي البيت مكركب على الآخر. طبعا منها بنلاقي بعد كده طلال بيوصل علشان ياخد بيان اللي كانت مصرة أصلا تروح على السوق. وبعد كده بيجي جواد وبيشوفها واقفة بيقول إيه ده أنتوا زي ما ريحتوهاش، قلت لكم ما حدش يحركها من مكانها. ردت لميا وقالت هي اللي عايزة تخرج تروح السوق وكمان هي ما فيهاش حاجة. كمان قالت باين إنها كويسة، لكن جواد حب إن هو يطمن عليها ويشوف رجليها ليكون فيها حاجة مكسورة. قال لها اقعدي عشان أشوفك وأطمن عليكي. هبة بتتكلم مع أوس في التليفون وبتقول له مظبوط هتتجوز أنت وفي بعد أسبوعين؟ قال لها مظبوط. قالت له والله طيب أنا عايزة أكلمك ضروري. قال لها مش وقته أنا مش فاضي. قالت له أنا ممكن على فكرة أروح أقول لخطيبتك في على إنك بوستني، إيه رأيك؟ قال لها أنت عايزة إيه مني بالظبط؟ ما كانتش بوسة دي اللي حزنتني بيها. قالت له لا طبعا لازم تيجي وتقابلني بدل ما أفضحك قدام خطيبتك. فبيقول لها خلاص جاي. ندى بتتكلم مع أختها وبتقول لها على موضوع إنها تتجوز أوس وإنه بقى بيشتغل وإن عليا هتساعدهم ومفيش أحسن من كده. فردت وقالت لها طيب يعني وجواد؟ قالت لها ومنين طلع لنا جواد ده كمان؟ قالت لها مش عارفة منين طلع لي صراحة. ندى قالت مش معقول، يعني انت مش بتحبي أوس؟ المفروض انك تنسي جواد وتعيشي حياتك وتتجوزوا وتعيشوا سعداء، ليه بتفكري في جواد؟ وكمان منين طلع لنا اصلا؟ قالت لها بصي هو ملوش ذنب، هو اكيد دلوقتي طبعا بيحب عليا ويعني عقله معاها وقلبه، لكن انا بقى المشكلة عندي. قالت لها خلاص يبقى انت تنسي خالص جواد ده وتعيشي حياتك عادي مع أوس وتتجوزوا وتخلفوا، اكيد هتنسي، اكيد هنتك على الايام دي على فكرة، انسي خالص الحكيم ده. بعد كده بنلاقي ان هبه قاعده مع اوس وبتقول له هقول لفي كل حاجه. قال لها انت عايزه ايه بالظبط؟ قالت له مش عايزاك تتجوز في. قال لها يعني ايه؟ انا بحبها وعايزه اتجوزها. قالت خلاص وانا هروح اقول لها على موضوع البوسه، شفت انت قومت الدنيا علشان خاطر خبر بس انتشر على مواقع السوشيال ميديا، شوف بقى لما اقول لها انك بوستني. رد وقال انا هنكر كل حاجه. قالت له والله هتنكر؟ كنت فاكراك راجل. قال لها انا راجل غصب عنك وهتجوز في واعملي اللي تعمليه. طلال بيتصل ببيان فجوزها بيرد بيقول انت مين؟ قال له انا سواق التاكسي مستني الست هانم بره عشان اوصلها. رد طلال وقال له امشي هي مش هتيجي هي تعبانه شويه. فطلال بيقول الرزق راح يلا مش مشكله مره تانية وبيمشي، هو اصلا واخدها انها رزق يعني وبياخد منها فلوس وبينصب عليها. جواد بيطمن على بيان لا يكون فيها حاجه مكسوره. قال لها ايه اللي حصل؟ عيطت. مصر ياخدها على المستشفى. قالت له انها كويسه. بتبص على لميا وهي خايفه. وكمان بيقول لها ايه اللي حصل بالظبط. قالت ان هي وقعت، كانت مستعجله ووقعت. لمي قالت ايوه هي على طول مستعجله وقعت وهي مستعجله. ورد جوزها مالك وقال اصلا كانت مستنيه تروح بالتاكسي اللي بره كان مستنيها فكانت بتجري فحصل لها كده. اما بعد كده فطبعا بيعرف جواد ان هي مخبيه حاجه فبيطلب يتكلم معاهم لوحدهم.
لميا بتخرج بره يا ومالك وبتقول له ايه اللي خلاك تعمل كده؟ مالك، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ممكن تقول لجواد. قال عادي، ما تقول، اصلا مش حاجه بالنسبه لموضوع الحريق اللي حصل يعني. قالت له ايه ده انت بتقوله ده؟ اوعى تقول حاجه زي دي، ده حادث، انت زقتها بس ما كانش قصدك، صح؟ ده اللي هنقوله. قال لا، انا رميتها وزقتها علشان تموت وعلشان اخلص منها، وكنت قاصد على فكره. بيسمع تامر الكلام ده بتاع ابوه وبيتخانق معاه وبيقول له يعني انت اللي زقتها وكنت عايز تموتها؟ وطبعا ضرب ابوه. وبتحاول بعد كده لميا ان هي تهدي الموقف، وراح بسرعه تامر علشان يعني يطمن على امه، وبيلاقيها بتعيط وبيروح لابوه وبيعرف ان هو اللي عمل فيها كده، وبيروح وبيضربه، وجواد بيدافع وبيحاول ان هو يهدي الامور بينهم. وطبعا مالك ضرب ابنه تامر. وكل ده كانت رفيف شايفاهم من بعيد وهو بيتخانق مع ابوه لانه زق امه وكمان ضرب ابنه تامر. بتروح بعد كده رفيف وبتديله منديل وبتتكلم معاه وبتحاول تفكه يعني من اللي هو فيه. قال لها كل حاجه، قال لها متعود دايما يضربني ومش طايقني ولا طايق امي. قالت له يعني انت ما كنتش سعيد وانت طفل؟ رد وقال انا منبوذ، ازاي اكون سعيد؟ طبعا مش سعيد ابدا رغم الغنى والعز اللي انا فيه. قالت له ده انت واحد تاني، ده انت اتغيرت خالص، مش تامر اللي انا اعرفه يعني. فضلت تتكلم وتهزر معاه، فكان بيشكرها ان هي يعني وقفت جنبه، وبيحكي لها عن ابوه اللي دايما يضربه والمشاكل اللي بينه وبين امه، وانه ما كانش اصلا عايز يتجوز امه وكلام من ده. ورد بتروح وبتتكلم مع البنت اللي بتجيب لها الدواء علشان خاطر موضوع الحمل الخارجي بتاعها ده، وبتشوف اختها قاعده مع تامر، فبتكون متضايقه وبتروح وبتكلم فيه وبتقول لها اختك رفيف قاعده مع تامر، انتوا عايزين تعملوا فيا ايه بالظبط؟ وانت ما كلمتيش كمان دكتور جواد. انا متضايقه جدا وهروح دلوقتي وانزل البيبي، انا ذنبي في رقبتكم. وبتهددها وبتقولها ان هي هتروح على الجزيره اللي بتروح هناك علشان خاطر تشوف الدكتوره بتاعتها هناك. وكمان راحت للست اللي بتديها الدواء. جواد بيتكلم مع لميا على موضوع بيان وان هي ازاي مش متقبلها لحد دلوقتي، وازاي مالك يعمل فيها كده. بعد كده بنلاقي في بتروح علشان تتكلم مع جواد، والخادمه بتقول ان المساعده بتاعت عاليه بره، فبيروح علشان يتكلم معاها، وبتقول له ان اختها راحت علشان تجهد نفسها وهي خايفه جدا وقلقانه عليها، فبيحاول يطمنها. لميا لما بتشوفهم في الوضع ده بتقول ان دي اكيد البنت اللي بيحبها جواد. بعد ما ربطت الأحداث وبعد ما مالك ما قال لها قبل كده إن هو بيحب بنت صغيرة وبنت حلوة وفي نفس الوقت هي مرتبطة بحد تاني، فبتتأكد إن هي دي نفس البنت اللي بيحبها جواد. وبعد كده في بتاخد جواد وبيروحوا هما الاتنين على العربية علشان يروحوا ويلحقوا أختها ورد قبل ما تجد طفلها، وكمان كانت خايفة عليها. جواد طمنها وقال لها إن هو هيروح باليخت وإن شاء الله هينقذوها وهيسألوا على اسم البنت اللي قالت عليها دي، وبيروحوا بالفعل. وبعد كده بنلاقي إن عالية بتقول لرحاب إن جواد جاي النهاردة على العشاء وإن هي اللي هتطبخ بنفسها، وقالت لها ما تقفليش كل شوية، يعني فضلي مساحة شوية. طبعا مبسوطة علشان النهاردة هيجي المفروض دكتور جواد وياكل عندها. أما بعد كده فبنشوف إن أوس بيروح يسأل رفيف على في وبتقوله مش في البيت، وعالية بتطبخ بنفسها علشان خاطر جواد. وجواد اصلا وفي كانوا موجودين في اليخت بتاعه رايحين لورد، بتتصل بورد وبتقولها انا ما روحتش في مكان، انا رايحه المستشفى لبابا، انا كنت بقول اي كلام يعني. المحرك بيقف وبيقعدوا سوا في وجواد في اليخت. بعد ما وقف المحرك بتكون مشكله، مش بس كده، التليفون اللي كانت بتتكلم فيه في كان دكتور جواد هو مديهولها لان تليفونها كان فاصل شحن. بتتكلم مع ورد وبتتنرفز عليها علشان ضحكت عليها وان هي ما راحتش الجزيره ولا حاجه. التليفون وقع في المية منها وبتعتذر لجواد كتير على اللي حصل، لكن جواد بيصدمها وبيقول لها ان خلاص المحرك وقف وان هما هيقفوا في اليخت لحد ما يجي بقى ينقذهم حد. وبتعتذر فيا على كل حاجة وان ورد هي اللي خلتها تعمل كده وطلعت بتكذب وما راحتش في حتة وان هي ورطته، لكن ده اللي مفيش ورطة ولا حاجة، وبيفضلوا قاعدين في اليخت لحد ما حد يعني يعدي من عليهم وياخدهم. الفيديو بيخلص وممكن برضو اكون مزودة شوية في الاحداث. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوها وفعلوا زر الجرس. باي باي.